السلام عليكم. ازيك يا ابو عمو؟ اتفضل معاك. انا هطلب اهو 2 كبده وواحد كفته وواحد حلو. شكرا. حاجة تانية؟ شكرا. ازازه ميه. هات لي كمان واحد. واحد كبدة معاك. شيك لو سمحت. شكرا. أكل عجبك يا فندم؟ تمام الحمد لله حبيبي. هو الحساب ب 50 جنيه؟ الحساب 50 جنيه، خدت عامة 4 سندوتشات. ماني معيش الا 5 جنيه. احنا دلوقتي صاحب المحل هنقف في المحل ماليش دعوة. ماشي ماشي اتصرف معانا. ماشي. استرحنا. اكتشف دي يا ولاد. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه، الاكل مش تمام ولا ايه؟ حلو يا حبيبي. امال في ايه؟ هو الحساب 50 ما معيش الا 5 جنيه. ما معكش غير ايه؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ اصل نسيت الفلوس في البيت. طب انت ما معكش غير 5 جنيه جاي تاكل هنا ليه؟ ماني ما اعرفش والله اللي معيش فلوس. تعرفش؟ اه والله. لا يابا احنا ما عندناش الكلام ده. اتصرف يابا وهات لي الفلوس دلوقتي حالا. انا اعمل ايه طيب؟ انا هطلب لك الشرطه دلوقتي. انا ما اعرفش اللي معيش فلوس والله. انا عارف انا شغل الشحاته ده كويس. يا عم مش حادث. انا عارف انا شغل الشحاته ده كويس. حد يا تاني. جدع ايه يا عم؟ في ايه؟ يا عم سيبه يقع كده بس. جيب له المساحة، جيب له المساحة. استنى بس. بس حد. هتشتغل بقى بلقمتك بقى. يا عم انا هجيب لك هتشتغل 50 جنيه. يا محترم نزل ايدك وعايز اتكلم معاك كده بس. هات له المساحه. انا هدفع له الحساب سيبه بس. تدفع لمين الحساب؟ ده راجل يا شحات. عم انا بتقاس يا عم. يا عم بقول لك خد اجهز المحل. خد المقشه. يا عم. اجهز الحمامات يلا. يا عم محترم بعد اذنك اتكلم معاك. اجهز الحمامات تعالى. تدفع لمين الحساب؟ باشا هو معهوش فلوس ما يجيش كده. هو هيروح يكنس الحمامات ولا ما خلاص ولا حمامات ولا غيره. ليه يعني؟ ليه انا يعني؟ كده راضي. لا ماشي بس ليه يعني؟ ليه يعني ايه ما معهوش فلوس؟ يا عم احترم سن راجل قد ابوك يا عم. ما ينفعش. ده راجل زبال ولا ما شحات ينفعش ده ولا برضه مهما كان برضه ما ينفعش. انت لازم تتضرب. لا انا هطردك من يا هنا. جدع سيبه بس وكلمني. من غير ما يحاسب ازاي يا عم؟ حسابه عندنا. تمام ماشي طلع. خد يابا الحساب بتاعه. وانت هتحاسب له بصفتك ايه يعني؟ صفتي يا عم انا هحاسب له خد كده كده يعني. تعالى. إيه؟ ده يعني عاجبك شخص كده اللي يعني. حصل ده يعني؟ راجل يا عم. انت بتحاسب له انت ليه؟ بس سيبه بس. دي راجل شحات. يا عم شحات ايه بس؟ انت مش خدت الحساب؟ تعالى بس اقعد يابا. معلش معلش. يعني انت يابا مبسوط لما خدت يوميه الراجل كده وهتلاقيه شقيان بيهم انما انت بتشحت بيهم. معلش انا مسامح. قول لي بس اعمل معاك ايه؟ يا عم عملت ايه؟ انا ابتديت يا عم انت يا عملت عم فيا خلاص كده. بقى سيبه. سيبه بس. يعني اطردك يعني ولا اعمل معاك؟ مش عارف. اطردك يعني ولا اعمل معاك ايه؟ يا جدع سيبه بس خلاص. يا عم سيبه. انت بتعمل معاه كده ليه؟ انت عشان تقول شحات وزبال انت تعرفه؟ يمكن الظروف هي اللي سمحت يا عمي. انت تعرفه؟ الراجل بيقول لك انا نسيت الفلوس في البيت. انت مش خدت الفلوس بتاعتك؟ مش خدت مش جاي حسابك؟ عارف ان هو هياكل وهيحاسب نساء في البيت ازاي؟ مش خدت حسابك؟ الله أنا اعلم عارف بظروف الأشكال دي الناس. كويس، أنا عارف ما الأشكال دي ينفعش يابا كويس. ما ينفعش. انت بتهزر راجل ليه؟ انت اصلا بهزق الراجل عشان انا مدير المكان هنا. مدير المكان انت بتضربه بصفتك ايه؟ انت ما عدتش تجي لي هنا. يابا مش مستاهل. وشا انت ما ينفعش تعمل هات كده. الاوردر اللي انا قلت لك عليه. انت ليه بقى عملت كده؟ اه انت ليه عملت كده؟ يا عم راجل كبير ما ينفعش. بقول لك ايه؟ الراجل ده اصلا تبعنا. تعال. بقول لك ايه؟ تعال. دي جايزة. هو ده ده ايه؟ يعني دي الكاميرا الخفيه ولا ايه؟ بص في كاميرا هنا في كاميرا هنا برضه. وانت محترم يعني انت شرف لكل سعادة مصر. تسلم يا محترم. انت راجل ربنا يكرمك. محترم وبرنس. ربنا يكرمك. وانت عمال تعيط. انت دي مني من برنامج بتوع الشارع ليك ويا ريت تكون مبسوط معانا. مش لازم هديه، ده واجب على حاجة أي بسيطة واحد. قابل جدعنتك والله. يا عم ده اي واحد مكانه لازم يعمل كده. انت تستاهل الهدية دي. شكرا يا ابو عمو. حضن بقى. طبعا الفيديو ده برعايه كمننا، هو صاحب المكان ده الفلسطيني. العنوان هيظهر على الشاشه قدامكم، وهو اللي كان مطلع جايزه النهارده ايفون. ومش بس الراجل ده اللي كسب، انتوا كمان بايدكم تكسبوا. يوم الخميس عنده عروض جامده جدا لبتوع الشارع.